عليكم اخواتي، رجعت معكم من جديد في مطبخ كنزه الفاسيه. اليوم ان شاء الله عندي واحد الاقتراح لكم. بغيت نطيب العقده ديال اللسان. يعني هنا في فاس كنقولوا لها العقده ديال اللسان، وهو لحم الراس وفي نفس الوقت عقده اللسان. بغيت نطيبه لكم بواحد الطريقه كيجي معلك ولذيذ، وكنتمنى هذا لا فيديو ان شاء الله يلقاكم بصحه جيده ويلقاكم على خير وبخير والعواشر مبروكه. ما نطولش عليكم. شنو غنحتاجوا لهاد العقده ديال اللسان؟ عندي هنا واحد 2 كيلو ديال لحم الراس، و ميم طون حتى هو فيه اللسان. اللي غنحتاجوا له هاد التتبيله كتجي جد رائعه. شنو هي هاد التتبيله؟ هي عندي معلقه صغيره سكينجبير، شويه ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال القزبر اليابس، واحد الدويمه د الزعفران، واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، واحد شويه ديال السوداني بودره، واللي بغى يدير السمن يدير، واللي ما عندوش يدير الزبده. انا كنفضل ندير الزبده حيت السمن كيكون مجهد. عندي هنايا واحد الراس ديال الثومه، عندي الليمون مصير، واحد الباقه ديال القزبر كنربطوها، وقريصه ديال الملحه لانه الليمون عندنا مالح، وعندي هنا واحد 2 البصيلات، وواحد شويه ديال الزيت مخلطه بلديه والروميه، وكاس الماء. خليكم مع طريقه التحضير كيفاش غنوجدوه ان شاء الله. اول حاجه غادي ناخذ الطنجره ديال الضغط. بطبيعه الحال غنضيف فيها داك اللحم ديال الراس. بسم الله على بركه الله. على حسب شحال عندكم ديال اللحم. هنا عندي واحد 2 كيلو، وعلى قدر المستطاع بالنسبه للتتبيله على جهد اللحم اللي عندكم. شنو غادي نضيف هنايا؟ بطبيعه الحال ديك التوابل اللي ذكرت لكم كاملين غنضيفوهم كاملين فوق هذا الشيء، وغادي نجيو وغنضيف واحد شويه د الملحه غير قريصه غير باش ما يجيناش باسل. وعندي هاد الباقه ديال القزبر غادي نضيفوها في هذاك الجنيب، وغادي ناخذ داك الفصوص الثوم من الاحسن بلا ما تحكوها، قطعوها غير على هذا الشكل دوائر، كيجي لذيذ في اللحم الراس. هاد الثومه كتجي لذيذه. نتمنى الرؤيه تكون واضحه لكم. وغادي نضيف هاد الطريف ديال الليمون مصير، راه كنت حطيته لكم هذا كنصيروا على يديا. وغادي نضيف هاد 2 ديال البصيلات نقطعوهم كما كنقطعوهم، راه غيذوبوا لانه راكم عارفين اللحم الراس كيبغي شي شويه ديال الطياب. غنقطعوهم غير على هاد الشكل، واللي ما بغاش يدير البصله يدير غير الثومه، ممكن بجوج كيجيو زويونين. كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بصحه جيده ويعجبكم. دابا غادي نضيف الزيت. هنا عندي واحد نصف كاس ولا اقل من نصف كاس، لانه كيكون اللحم الراس دهني. غادي نجي لهاد القنيت هذا ديال الطنجره، وغادي نخوي واحد الكاس ديال الماء بقياس كاس العنبه فقط، وغنحركوا هاد الشيء كامل. غنحركوا العناصر كلها تدخل لينا ديك التتبيله ديك اللحيمه د الراس. من بعد غادي نقبط هاد الكوكوط ديالي وغادي نحطها فوق النار. منين غادي تبدا تصفر، نار متوسطه، منين غتبدا تصفر لينا الكوكوط غادي نقلوا البوطه، غنخليوها بحال الشميعه قليله كطيب على خاطرها، كطيب في ديك الميها ديال ديك البصيله اللي درنا، وكطيب على المهل في ديك الكويس ديال الماء. ملي كتبدا تصفر كنحسبوا لها نصف ساعه ولا ساعه قل ربع، وعاد كنحلوا عليها كنلقاوها معلكه وكتجي غزاله. صدقوني الا درتوها ما غتندموش عليها. دابا غادي نردها طيب، ومن بعد ان شاء الله غنوريكم كيفاش كتجي. خليكم معايا.
شوفوا النتيجه النهائيه كي كيجي معلك وتيجي لذيذ. صدقوني الا جربتوه غيعجبكم بزاف. وما تنساونيش بالدعم والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء، والهلا يخطيكم عليا وبالصحه والراحه.